نداء ملح بل ملح جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي. احنا فاضل لنا 8 ماتشات في الدوري بعد نهايه مباريات الاسبوع 19. الاهلي تعادل مع زد اصبح رصيده 37 نقطه. نادي الزمالك فاز على بيراميدز بقى رصيده 40 نقطه وبيراميدز 37 زينا. رجاء ناقص لنا مباراتين في الدور الاول مع المقاولين ومع طلائع الجيش وناقص لنا 6 مباريات في مرحله التتويج، يعني 8 مباريات. نرجوكم عايزين 8 اطقم حكام اجانب، ساحه يعني ملعب وفيديو، ساحه وفيديو. دلوقتي الاتحاد المصري قال ان طاقم التحكيم بالفيديو بيكلف $50,000. اوكي، في 8 ماتشات ب $400,000. ميزانيتنا تتحمل حتى لو عندنا ازمه في الدولار. عندنا رجال اعمال ربنا يزيدهم، بنطلب منكم يعني واحد منكم يتبرع ب $400,000 ودول يكونوا لحساب الحكام. صدقوني لو كسبنا ال8 ماتشات هناخد البطوله. هنلعب بيراميدز هنكسبه، هنلعب الزمالك هنكسبه ان شاء الله بحكام اجانب. لكن اي ماتش ضعيف احنا بنتخيل انه مع فريق ضعيف مع الحكام المصريين احنا بنلعب ايه 11 ضد 17. فرجاء عايزين 8 حكام اجانب، 8 اطقم حكام اجانب، ساحه وفيديو لل8 ماتشات المتبقيين. ساعتها اقول لكم الدوري اهلاوي اهلاوي اهلاوي، ولا عزاء لكل اللي بيحاربونا وكل اللي بيحاولوا يعرقلوا الاهلي وكل اللي بيحاولوا يسرقوا البطوله من الاهلي. مش هتقدروا، ربنا في الاخر بينصرنا لان كنتوا ناس ما بتراعوش ضميركم.